فالعديد من الأشخاص لا يعرفون هذه الطريقة، وأن الواتساب قد أضافت هذه الميزة مؤخرا. فهيا بنا لنرى الطريقة. سوف نقوم بالدخول إلى الواتساب هكذا، ثم سوف نقوم بإرسال رسالة هلو مثلا إلى حسابي على الواتساب الثاني، ثم نقوم بالدخول إلى الحساب الآخر على الواتساب. هذه هي الرسالة كما ترون. هلو سوف نقوم بتعديل هذه الرسالة، فالطرف الآخر لقد رأى الرسالة. سوف نقوم بتعديلها. سوف نقوم بالضغط ضغطة مطولة هكذا على الرسالة إلى أن يتم تحديدها، ثم نقوم بالضغط على هذه النقاط في أقصى اليمين ثم سوف نقوم بالضغط على Edit هكذا. بعد ذلك سوف نقوم بتعديل الرسالة. سوف نقوم بتعديلها إلى How are you هكذا كما ترون. لقد قمنا بتعديل الرسالة. سوف نقوم بالذهاب إلى الواتساب الآخر. كما ترون لقد تم تعديل الرسالة من Hello إلى How are you. بالنسبة للطرف الآخر سوف يرى edited أن الرسالة معدلة، لقد تم تعديلها. ولك الحق أن تقوم بتعديل الرسالة بعد إرسالها إلى حدود 15 دقيقة. لا يمكنك تعديل الرسالة بعد إرسالها إذا تجاوز الوقت 15 دقيقة على إرسالها. لا يمكنكم طبعا تعديل الرسائل الصوتية أو الصور بعد إرسالها، ما عليكم إلا حذفها كما هو معتاد. فبالنسبة للأشخاص الذين لا تعمل هذه الميزة على هواتفهم، ما عليهم إلا تحديث الواتساب، تطبيق الواتساب إلى آخر إصدار، ثم بعد ذلك يمكنهم إيجاد هذه الميزة edit أو تعديل أو modify. إلى هنا أقول لكم شكرا على المتابعة، ولا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو. في أمان الله.